المحاصصية وفي نعم. مربع شراء المناصب، لا تختلف هذه الحكومة عن سابقاتها، ولكن نأمل أن هناك خير. إلى الآن نحن متفائلون في هذه الحكومة. طيب، الحديث عن خلافات شيعية عميقة تحيط بالسودان هي مجرد مبالغات. برأيك إلى أين ستصل هذه المبالغات، وكيف يمكن إقناع القيادات السنية والكردية بإدامة الشراكة مع الإطار؟ بالنسبة للكرد حصتهم واضحة، مناصبهم بالبرلمان واضحة، مناصبهم بالدولة واضحة. هناك خلاف وهناك تفاوضات طبعا ما بين الأكراد وما بين الإطار التنسيقي، وأعتقد سويت كثير من النقاط ما فيها قانون النفط والغاز وما يخص ميزانية الإقليم، لكن الخلاف الجوهري هو ما بين المكون السني ومعطيات ومتطلبات المكون السني وما بين قادة الإطار حصريا. هناك إشكاليات كبيرة، لن نرى هناك توازن، لن نرى هناك أقصد توازن في المناصب، ولن نرى هناك عودة حقيقية لجرف الصخر ولمعتقلي أو مغيبي الصقلاوية والفرحاتية وغير ذلك، بل بالعكس نرى هناك إصرار على أن هذه الحكومة ستتنصل عن الوعود التي قطعت سياسيا إلى تحالف السيادة السني. نحن نقول ونرجح صوت الحكمة وصوت العقل وصوت التفاوض على تسوية هذه الخلافات والمضي بشراكة حقيقية. أما إذا كانت هناك نوايا أخرى من الإطار ونكث للوعود، سيكون أيضا هناك تصعيد من الجانب السني، وتنعكس هذه أيضا على المجتمع العراقي. ونحن لا نحبذ مثل هكذا